السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هندخل في الموضوع على طول، وازاي نتعلم ان احنا نعمل المية الخضراء بتاعت الريداتير لتبريد الموتور. وهنقول التجربة كده بسرعة. طبعا مش عندكم الحاجات دي، بس ممكن نقيسها بحاجات تقريبية، او لو عندكم مثلا الميزان او كده يعني. هتبقى التركيبة كالآتي: مونو ايثيلين جلايكول. تمام. قد ايه هنحتاج منها؟ طبعا هيبقى معانا عبوة فارغة عشان خاطر نحط فيها اي عبوة شامبو تغسلها كويس وتحط فيها التركيبة. تمام. المونو ايثيلين جلايكول ده هنحط منه 350 جرام زي ما احنا هنشوف هنا كده. دي تقريبا بتاخد 250 جرام بس. حطينا كده 250، لسه فاضل 100 جرام المونو ايثيلين جلايكول. يعني الحاجات المونو دي هتنفع للبلوكات الحديد والالومنيوم عادي، مفيش اي مشكله خالص يعني. ده حمض الهيدروكلوريك ال HCl اللي بتاع مليانه لون. هنحط 1 جرام HCl اللي هو حمض الهيدروكلوريك المركز، اهم حاجه. طبعا يا ريت يستحسن يعني ان انتوا تلبسوا جوانتيات وانتوا بتعملوا الحاجات دي، بس مش متوفر عندي دلوقتي اهو. وبعدين هنحط اللي هي المياه المقطرة. بتجيبوها من عند اي واحد بتاع بطاريات وحاجات زي كده بتاع العربية، مكتوب عليها ماء مقطر للبطاريات واحواض السمك الزينة وهكذا يعني. الماء المقطر هنحط منه 150 جرام. ده الماء المقطر. هيبقى كده فاضل عندنا ايه تاني؟ هيبقى فاضل عندنا الكحول. 5 جرام من الكحول هنحطهم عليهم كمان. تقريبا التركيبة كده شبه خلصت عندنا، مش باقي فيها بس غير اللون الأخضر اللي هيديها بيتحط الحاجات التجارية دي. مكونة من 3 حاجات بقى، اللي هو المونو أسيلين جلايكول والكحول والHCl اللي هو حمض الهيدروكلوريك المركز والمياه المقطرة. تمام كده بس، والعبوة الفارغة اللي احنا هنحط فيها. نيجي بقى ايه للمرحلة بتاعة اللون. بهدل الدنيا خالص، بسيطة خالص هنحطها عشان تدي اللون اهو، حسب بقى اللون اللي انت عايز تتخيله يعني. وفي ناس بتعتقد ان كل ما اللون الاخضر بقى بزيادة كل ما كان مركز اكتر يعني، بس هو التحكم في اللون مش اكتر. هنبتدي نرج كويس كده. بقى عندنا ايه؟ مية خضراء. تقريبا شبه خلصنا التركيبة. احنا دلوقتي هنقول بقى الفوائد بتاعت الحاجات دي، انا كاتباها لكم برضو عشان خاطر ما انساش. فايدة الكحول والحمض ده لإزالة الصدى اللي موجود لو في أي حاجة في دورة المية وكده بتشيلها. بالنسبة بقى للناس اللي بتقول إضافة المزيلات التآكل والسيليكات والصوديوم والفوسفات والحاجات دي وكده، ده أصلا احنا مش محتاجين إن احنا نحطه. ليه؟ لأن احنا عندنا أصلا المية المقطرة ما فيهاش أصلا الحاجات دي، فمش محتاجين إن احنا نحط المزيلات والحاجات. بالنسبة بقى للكحولات الثنائية اللي هي مثلا زي الكحول عندنا والمونو اسيلين مونو يعني 2، فالاضافات دي كلها اصلا مش هتفرق اي حاجة في التركيبة، لان احنا عندنا اي حاجة فيها مونو ما بتبقاش مضرة ولا على الحديد ولا على الالومنيوم. فاتمنى يا رب التركيبة تكون عجبتكم. انا عايزة اوجه شكر للمهندس هاني العزازي، هو اللي قال لي على التركيبة. انا مش كيميائية خالص على فكرة، ولا بألف اي حاجة من دماغي، بس حبيت افيدكم بالتجربة. هو خبرة في مجال الكيمياء كتير وعن دراسة، فانا استشرته وعرفت منه التركيبة وحبيت افيدكم بيها. واتمنى يكون النقد بناء ومش هدام، واتمنى يكون النقد بيكون باسلوب كويس ومحترم، ونتناقش مع بعض لو في اي اضافات ممكن نحطها او لو في اي حاجة ممكن نعدل منها. واتمنى الفيديو الصغير ده يعجبكم ان شاء الله، واشوفكم في حلقة جديدة وحاجة جديدة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عجبك الفيديو اعمل منشن وشير وفيد الناس. السلام عليكم. المية الخضراء لو تلاحظوا انا كنت بشتريها، المية الخضراء بتبقى خفيفة شوية، تحس بص ان هي تقيلة في لزوجة كده واحنا بنحركها. وزي ما في حد في الجروب تكرم وقال لنا
ان احنا عشان خاطر نختبرها نحطها في الفريزر ونشوف لو هي تجمدت يبقى ملهاش اي لازمه، لو ما تجمدتش احنا حاطين الكحول فيها والمواد اللي احنا حطيناها فيها بعض الحاجات دي عشان تمنع تجمد المياه. وطبعا تنظف لو في صدى او في اي تآكل وحاجات زي كده، بتنظف اللي بيبقى موجود في الريداتير. انا مش حافظه الاسماء كويس قوي على فكره، بس يعني ايه جايبه التركيبه وعارفه دي بتاعت ايه وبتعمل ايه. يعني ما حدش بقى ايه يقول لي دي مش حافظه الاسماء وكده. انا مش حافظه اسماء الحاجات اللي موجوده في العربيات كلها يعني، تمام، بس ان شاء الله احفظها. الاسعار بتبقى المونو اسيلين بيبقى عامل تقريبا في حدود 40 جنيه. آه، الكحول احنا بنقول 5 جرام، يعني حاجات بسيطة. لو هتجيب لتر مثلا واقف مثلا ب40 جنيه لتر، ده احنا بنحط 5 جرام، حاجة بسيطة اوي، 5% بمعنى أصح. المياه المقطرة دي عاملة 3 جنيه من عند بتاع البطاريات. الحاجات الكيميائية دي لو انتوا عايزين تجيبوها بتجيبوها من شارع الجيش اللي موجود في العتبة، او اي واحد كيميائي بتجيبوا، تقدروا تجيبوا من عنده الكيميائيات دي، الكيماويات دي. حاجة تاني ممكن برضو، الناس اللي مش عارفة تتوصل للحاجات دي وتجيبها منين، عادي انا ممكن يعني موجودة عندي اللي هي الخامات والحاجات دي. انا اصلا كده كده بشتغل في بعض حاجات تركيبات تجميلية وحاجات زي كده، فبتدخل فيها بعض الحاجات دي، يعني ليها فوائد تانية كتير قوي. فان شاء الله يا رب يعجبكم الفيديو. وخلاص عملنا المية الخضراء، مش مكلفانا 10 جنيه بالتركيبة. واشوفكم على خير.